اهلا بيكم في خبر جديد على قناتي وقناتكم. هنتكلم النهاردة عن ولادة ايمي سمير غانم لمولودتها الاولى كنزي حسن الرداد. واول تعليق لحسن بعد سماع خبر ولادة ايمي. بس قبل اي حاجة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ويسعدني انضمامكم للقناة وتفعيل زرار الاشعارات على الكل عشان كل الجديد يوصلك لحد عندك أول بأول. أول رد من الفنان حسن الرداد على الشائعات التي ترددت بين الحين والآخر حول انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم أو حمل الأخيرة. قال حسن الرداد في مقابلة على هامش حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح في مصر: على طول شائعات من زمان متعود على الشائعات دي. تابع كمان بيقولوا انا وايمن انفصلنا واتخانقنا وحاجات كتير زي كده، والحاجات دي مش مظبوطة. ومرة قالوا خلفت بنت اسمها كنزي، ومرة ولد اسمه سمير. كل شوية بيطلعوا حاجة. وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية أخبار حول حمل إيمي سمير غانم بعد ظهورها بوزن زائد في حفل العرض الخاص لفيلم حسن الرداد تحت تهديد السلاح. وتكهن الجمهور بأن لهذا السبب تقوم إيمي بإخفاء بطنها في معظم المناسبات والصور التي تظهر بها.